الشباب اللي سنين هما تيحلموا باش يمشيو لامريكا باش يخدموا مع شركات امريكيه ويتخلصوا مزيان. اليوم جبت لكم واحد الشركه امريكيه عندها واحد الموقع تقدروا تخدموا معاه من المغرب وتخلصوا بالدولار بلا ما تسناو القرعه، بلا ما تسلفوا فلوس الطياره، وبلا ما تزوجوا باش تمشيو لامريكا. شركه عالميه كدير اكثر من 840 مليار في العام. اللي كتشوفنا اول مره ومهتم بالربح في الانترنت دير سبسكرايب، دير لايك الفيديو، تفاعل مع هذا المحتوى الهادف باش يبقى يطلع لك احسن منه. ونبدا. شخصيا في هذه المرحله كون خيرتيني ما بين تخرج ديال القرعه نتاع امريكا ونطيح ونوض باش نمشي ونبدا من الزيرو في امريكا، ولا نخدم في هذا الموقع، نبدا في هذا الموقع الامريكي الموثوق وندير فيه هذه المهارات الساهلين والصعاب والمتوسطين اللي فيه، غادي نختار الموقع تندير فلوس. ونهار تدير شويه الفلوس كتبان لك اوروبا ماشي هي الجنه، كتبان لك امريكا ماشي هي الجنه. الا عندك فلوس هاد الوجهات هادو تيبانوا لك غير خيار من الخيارات، حيت كاينين بلايص فيهم الجو احسن من اوروبا وامريكا، كاينين بلايص فيهم الانترتينمنت ولا الترفيه ارخص من امريكا ومن اوروبا، وكاينين بلايص فيهم تقدر تكونسونطرا وترتاح وتخسر قل من امريكا ومن اوروبا. بمعنى الا كنتي صوفيتي في الانترنت، الناس اللي صوفوا في الانترنت راه تيشوفوا راه تما راه ماشي هو البارادايس، راه اغلبيه يمشيو لاوروبا والامريكا غير باش يصوفيو. اليوم لحسن الحظ بهاد لي بلاتفورم اللي كاينين في الانترنت وهاد الفرص لا محدوده اللي تنهضروا عليهم في هاد لاشين هادي، راه كاينه امكانيه انك تصور اكثر من الناس اللي تما وغير بتليفون ولا بالبيسي ديالك. باش ما نطولش عليكم اكثر غادي نهضروا على موقع وان فورما ديال شركه باكتيرا ايدج. خصك تعرف بلي هاد الشركه هادي كتدور اكثر من 840 مليون دولار في العام، اللي هي 840 مليار، راه قربات الاقتصادات ديال دول صغار. بمعنى ما تحقرهاش. هذا الموقع تاع وان فورما فيه واحد المهمات اللي ماشي صعاب بزاف، فيه المتوسطه وفيه الصعيبه. بحال السهله اللي اي واحد فينا يقدر يديرها، غادي ندخلوا للموقع باش تشوفوا الاب كي دايره، تسجل فيها هي بالجيميل وتعطيهم المعلومات ديالك وتصيفط لهم وكتسناهم يقبلوك. خاصك تعرف هذه المنصه هذه واخا الشركه كدير فلوس كثيره، ولكن المنصه ماشي بحال فريلانسر اللي فيها 85 مليون، ماشي بحال فيفر ولا بورك ولا هكا. هاد المنصه هادي فيها هي مليون و800 الف. بمعنى هذيك المنافسه نتاع الهنود والبنغلاد ونتاع الاندونيسيين ما كايناش بزاف في هذه المنصه هذه. البلاتفورم دايره بحال هكا، تدخل ليها تدير oneforma.com ولا كتمشي كتانستالي لابليكاسيون وكتسجل كما العاده بالجيميل ديالك، وكتلقى لي ميسيون اللي فيها هما اللي الخدامه اللي فيها لا نوتيشن اللي هي التعليم، تعلم الذكاء الاصطناعي وتتحط واحد العلامات على واحد البيانات. فيها الجادجين اللي هي التقييم، تدير واحد تقييم نتاع المحتوى، تقييم نتاع الصور، تقييم نتاع البحث الى اخره. ولا تقدر دير فيها الترانسكريبشن هو تتحول الصوت للنص. وهذه راه كاينين تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي كيديروها. هادشي كله هو كاين تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تيديروها. انت دير غير واحد لا كونيكسيون ما بين العميل تما ما بين الكليان، وكتهز كتمشي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي كتقلب عليهم، راه كل شيء اي مهمه كاينه في الانترنت راه كاينه تطبيق ولا التطبيقات نتاع الذكاء الاصطناعي اللي كيديروها وتيصروها مزيان. ولا تقدر دير البرومبت، هذه اللي صعيبه شويه، البرومبت اوتورين. البرومبت اوتورين هي بحال هذوك المطالب نتاع الذكاء الاصطناعي، كيفاش تخرج كيفاش يخدم لك الذكاء الاصطناعي مزيان. هو البرومبت زعما السؤال، التركيبه نتاع السؤال اللي تعطيها للذكاء الاصطناعي باش يعطيك شي حاجه مزيانه، باش يعطيك واحد الجواب مزيان، باش يعطيك واحد الطريقه مزيانه. هذا البرومبت اوتورين تقدر تمشي لا كوموند عند الكليان تشوفوا شنو عنده، وتتسول الذكاء الاصطناعي على البرومبت اللي غادي يكونوا افيكاس له وكتصيفطهم ليه. عندك الداتا كوليكشن، حتى هي الداتا كوليكشن هي بحال جمع البيانات ديال التصاور، النصوص، على حسب شنو باغي دير. وعندك من طبيعه الحال كما هضرنا قبيله على الترانسليشن، كتهضر على الناس كتصيفط لهم ميساجات، كتقلب في جوبز، كاين واحد الخانه سميتها جوبز، ها هي كتقلب كتشوف ليز اوفرز وكتصيفط لهم ميساج وكتسول. لا ما عرفتيش هذا الميساج كيدير لي، غتسول الذكاء الاصطناعي غتقول ليه عطيني ميساج نصيفط لواحد العميل تيبروبوزي واحد الخدمه الفلانيه. الموقع فيه اكثر من 300 لغه، بمعنى تقدر دير ترجمه من العربيه
ل 299 لغه ولا من 299 لغه العربيه. وهاد المهمات كما قلت لكم قبيله راه كلهم يقدر الذكاء الاصطناعي يديرهم، لا الترجمه لا الانوتيشن لا التقييم لا البريسكريبشن، كل شيء كيديروا الذكاء الاصطناعي. كاينين تطبيقات لاي حاجه بغيتيهم. اشنو اللي خصنا غير ندخل للموقع، ومن طبيعه الحال باش ندخل للموقع راه ساهل، وباش نصيفطوا للناس حتى هي راه ساهله، كنكليكيو على جوبز ولا اوفرز واي واحد بغينا نصيفطوا له تنكليكيو عليه، وحتى هذاك الميساج ما كنصنعوا حتى شي حاجه من راسنا، كنسولوا الذكاء الاصطناعي كيعطينا. انا ما غاديش نشرح لك التفاصيل نتاع كيفاش تصيفط اي خدمه وكيفاش تريتي اي دوموند، حيت الفيديو باش لنا 40 دقيقه ولا غير لنا ساعه. الابليكاسيون غادي تتعامل معها مزيان، وغادي تتعلم انك تتعامل معها مزيان بالاحتكاك. اللغه العربيه مازال ما كايناش في السيت كلغه رسميه نتاع الموقع لا تقدر تشري بها وتخلص بها الى اخره، ولكن جوجل يقدر يترجم لك. غير هو دير في بالك باللي على المدى البعيد باش تلقى الحريه لا في السفر في العالم ولا حتى باش تخدم في هذه البلاتفورم هذه ولا في البلاتفورم الاخرى، راه خصك تتعلم شويه الانجليزيه. هذه تقدر تاخذ لك عام ولا عامين، وبالاحتكاك راه مع الوقت غادي تتعلم ليها. معنى راه ما محتاج انك تمشي تدخل لمدرسه ولا انك تاخذ دروس عن بعد ولا هكا. الا كانت عندك الامكانيه ديرها، علاش لا؟ اي حاجه تعلمتي ليها راه ما غتخلصش الناس باش يديروها لك، وغتحل لك البيبان. الانجليزيه راه غتفتح لك بيبان بزاف. بمعنى خصك تبدا، اهم حاجه خصك تبدا، موراها راك غيتعلم الانجليزيه غادي تتعلم كيفاش تمانيبولي ولا كيفاش تخدم في هذه البلاتفورم هذه وتصور انت منها شي حاجه. ومع الوقت راه كلشي من طبيعه الحال راه غادي الصوره تزيد توضح. علاش انا كنصح بهذه المواقع؟ انا كنصح بهذه المواقع هذه حيت هي الحل، لا على المدى البعيد ولا على المدى القصير. غير مؤخرا هاد الايامات قال لك امازون جرات على 30,000 موظف. عرفتي شنو هي 30,000 موظف؟ راه 30,000 اسره، بمعنى راه 50,000 ولا 100,000 واحد خرج عليه الذكاء الاصطناعي. هاد المواقع وهاد المهارات اللي كنهضروا عليهم في هاد القناه راه فيها احتكاك يومي بالذكاء الاصطناعي. راه الذكاء الاصطناعي ما غاديش يدير لك خدمتك في هاد المنصات هادو. علاش؟ حيت غالبا انت تحتك ديما بالذكاء الاصطناعي وغتخدم به وغتركب عليه، فبلاص ما يخليك اللور تيكون عندك واحد الاحتكاك يومي معاه. بمعنى الناس اللي في خطر اليوم راه هما الناس اللي كيديروا هذوك المهمات الروتينيه، والناس اللي كيقراو باش يتعلموا باش يديروا هذيك المهمات الروتينيه اللي حنا في هذه المواقع وفي الويب كنديروهم بمساعده الذكاء الاصطناعي. بمعنى راه التطور ديالنا والايرنينغ داكشي اللي كندخلوه راه غادي في نفس المستوى مع الذكاء الاصطناعي ومع تطور الذكاء الاصطناعي. بمعنى واخا يكون الذكاء الاصطناعي مجهد ويدير وظائف الى اخره، راه الناس اللي في الويب راه تيعطيهم واحد الخدمه راه تيعاونهم باش يسهلوا شحال من حاجه وباش يديروا شحال من حاجه. وبغيتي تعمق اكثر في الويب غتدخل للكوميونيتي المجتمع، راه الرابط غتلقاه في الديسكريبشن، وغتلقى الرابط ديال المنتوجات الرقميه الا بغيتي تاخذ شي منتوج رقمي. وديما كنصح اي واحد بغى ياخذ شي منتوج رقمي ياخذ منتوج تاع $2 $3 $5 يتيستي به ديك الساعات. الا كان استفدتي شي حاجه زعل باش تاخذ منتوج رقمي اللي غالي. الا كتشوفنا اول مره ما تنساش دير سبسكرايب، بارطاجي هذا الفيديو مع صحابك يقدر يفيدهم، وما تنساش تخلي شي تعليق، بارطاجي معايا تعليق يكون زوين ولا خايب، خذ راحتك في التعليقات. المهم هو تفاعل مع هذا المحتوى هذا باش يطلع لك محتوى احسن منه. خصنا نبداو، راه قربت 2026 راه موا خصنا نبداو. وخصنا الا بدينا وفشلت لنا تيقول لي في التعليقات راه بديت انا وفشلت، عاود جربت المنصه اكس، عاود جرب المنصه ايكغيك، جربت المنصه الفلانيه، عاود صيفط ميساجات للناس ما عطاوكش خدمه، عاود صيفط ميساجات للناس واحدين اخرين. بمعنى خص 2026 تلقانا راه بدينا وراه كنتقاتلوا كنطيحوا ونوضوا، وراه الويب راه اكبر مشغل في العالم، راه كل واحد فينا كاين الفرصه ديالو. ما تنساش لايك، ما تنساش سبسكرايب، وتحياتي لكم كاملين.